تعالوا نسمع معتز الشامي بيقول ايه عن النادي الاهلي ونرد عليه. احنا كل سنه في 3-4 صفقات دول ما لهمش قيمه عندك، انت جايبهم عشان ما يروحوش الزمالك. الولد اللي هو راحوا جابوه من بيراميدز وجابوه كام شهر ومشوه على الباك يارد بتاعهم فرج عامر سموحه ادهولهم، كان اسمه ايه؟ انا نسيت اسمه. المهاجم اللي حسام حسن صح؟ اللي راحوا اشتروا كان الزمالك طالبه، راحوا جابوه مش عارف ساعتها ب 25 وكان رقم 25 ولا 30 مليون، قعدوا دكه وبعدين راحوا رموه عند سموحه. حسام حسن يا فندم لما جه الاهلي لعب 31 ماتش. يا ريت قبل ما تطلع تتكلم مع الناس تراجع معلوماتك، ويا ريت وانت بتتكلم لو عايز تدي مثال ولقيت ابيض طب هقول مين؟ حسام حسن. انت بتقول ان النادي الاهلي بيمنع اللعيبه انها تروح نادي الزمالك. اقول لك حاجه، النادي الاهلي يا عم مش بيمنع بقى اللعيبه، لا، النادي الاهلي بيفرغ الزمالك بشكل مباشر. همشي معاك للنهايه. تسمع عن بلد اسمها ألمانيا؟ تعرف نادي اسمه بايرن ميونخ؟ تعرف ان النادي ده كل أندية ألمانيا؟ تعرف ان النادي ده بيفرغ، مش هقولك بقى المنافس لان هو مش منافس، هو بيفرغ اقرب الأندية ليه بمسافة اللي هو دورتموند. لو هنتكلم على السنوات الأخيرة، فلو شلنا السنة الاستثنائية بتاعت شابي ألونسو مع ليفركوزن هتلاقي انه دورتموند هو بيحاول يقرب من بعيد. يعني البايرن بيفرغ دورتموند من احسن لعيبته، وعادي يعني ده موجود في الكوره. ليفاندوفسكي، ماتس هوملز، جوتزا، رافائيل جاريرو. ده انا جبت لك بس دورتموند، ما جبتلكش بقيه الانديه البايرن بيعمل ايه. وهنا برضو يقول لك ايه، عندنا في كده مقوله يقول لك ايه، ما هو النادي الاهلي لوحده وبيلم كل اللعيبه، علشان كده الرياضه في مصر والكرة في مصر مفيش نتائج ومفيش إنجازات. 2006 2008 2010 وضعها إيه بالنسبة لك؟ يعني النادي الأهلي كان في هذه الفترة هو النادي الأول والوحيد، كانش في نادي تاني في مصر. كنا بنروح بنعدي على ساحل العاج بقى، على السنغال، على نيجيريا، على الكاميرون، على الجزائر، على كله. بتكلم على بطولات أفريقيا. طيب سيبك من عم معتز الشامي، خلاص ردينا عليه، واتمنى ان هو يبقى يراجع معلوماته قبل ما يطلع يتكلم مع الناس. ولو حب ان هو يرتجل على الهوا بلاش، عشان منظره هيبقى مش لطيف قدام متابعيه. ده اذا كانوا بيهتموا ان هم يسمعوا كلام مظبوط، اما اذا كانوا بيهتموا ان هم يسمعوا من اجل السمع وخلاص فتمام. تعال بقى يا معلم على قناة الزمالك. انا قلت لكم قبل كده ان القناة دي رزق حصل، فبرضو قاعد لا بيا ولا عليا لقيت لك فيديو قلت والله العظيم ما انا مفوته. مها صبري، اوكي تعالوا معانا نسمع مها صبري بتقول ايه. لان اللي بيعملوا الزمالك وبيعملوا اعلام الزمالك هو ده المهنيه بعينها. اعلام الزمالك مش مشغل المذيعين اللي جاي، اعلام الزمالك ما فيهوش ناس بتدلس. بتقول لك ان اعلام الزمالك مش بيشغل المذيعين كلجان، بترمي على ان مجلس اداره النادي الاهلي بيخلي بشكل واضح وصريح محمد فارس، احمد اسامه يشتغلوا كلجان. انا معرفش هي برضو بتتابع او الاعداد اللي عندها بيتابع ولا لا. انا عايز اقولك ان احمد اسامه وفارس هاجموا الاداره السنه دي كميه هجوم. انا نفسي بقيت قاعد بسأل يا جماعه الناس دول بيشتغلوا في قناه النادي ازاي بيهاجموا الاداره بالشكل ده على مدار موسم كام وفي ملفات مختلفه، ملفات المدير الفني وملفات اللعيبة، حتى ملفات ان الإدارة مش عارفة تجيب حق النادي سواء من الاتحاد الافريقي او من الاتحاد المصري او من لجنة الحكام. فانا ازاي افهم ان الناس دول لجان وفي نفس الوقت الناس دول على صفحاتهم الشخصية وعلى قناة النادي نفسها بيطلعوا يهاجموا الإدارة بتاعتهم. يا فندم انا عمري ما شفت حد عندكم في قناة الزمالك طلع بيهاجم الإدارة على مدار موسم كامل في ملفات مختلفة، برغم ان انتوا عندكم بلاوي. وخلي بالك بس عايز اقول حاجة، هو ده الطبيعي. يعني الطبيعي فعلا ان انت كقناة نادي مش هتطلع تهاجم إدارتك، ولكن برغم ده ففارس وأسامة اكتر اتنين شفتهم بيهاجموا الإدارة تاني على قناة النادي الرسمية وعلى صفحاتهم الشخصية وعلى قنواتهم سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك.
فأتمنى ان حضرتك يا ريت تتفرجي تتابعي اللي بيحصل على الشخص اللي انت هتتكلمي عنه او على المنظومة اللي انت هتتكلمي عنها، او لو عندك اعداد هو اللي بيعمل الكلام ده يا ريت همسة كده، همسة في اذن الاعداد يا جماعة لو سمحت تابعوا. خلي بالك الفيديو ده فيه كوارث احنا لسه بنسميه. خليك بقى في اللي انت فيه وفي مشاكلك، مالكش دعوه خالص باعلام الزمالك ومهنيه اعلام الزمالك. اعلام الزمالك طبعا مهني جدا. مذيع في قناة الزمالك طلع زي ما اتكلمنا من يومين وقال لك هو الحارس طالع يهاجم ليه؟ اعلام مهني. انا الزمالك وانا لما بكسب في الظروف دي فدي حاجه تحسب لي جدا. اما كوني عندي 16 ايقاف قيد فانا عارف ادير ده، انا عارف ادير ازماتي وعارف اسدد القضايا دي امتى وازاي. انا ما تقارنش. انا عارف ادير ده. كانوا 12 بقوا 13 بقوا 14 بقوا 15 بقوا 16. واضح فعلا ان انتوا عارفين تديروا ملف ايقاف القيد اللي بقى عندكم كده زي الفطار، يعني عادي كل يوم الصبح صباح الخير ايقاف قيد. غيري صرف مليارات، دفع فلوس ملهاش اول من الاخر، وبتطلع لجانه مش اعلامه، لجانه تفهمك انه لولا المؤامرات اللي عليه كان زمانه اول. طب انا هنا بقى لازم اقف معلش يا فندم. حضرتك بتقولي ان احنا كنادي اهلي صرفنا مليارات. لو فتحنا مع بعض موقع ترانسفير ماركت لا يعرفني ولا يعرفك، لا اهلاوي ولا زملكاوي، وقلنا له يا ترانسفير يا ماركت الزمالك والاهلي صرفوا كام على انتقالات لاعبين في هذا الموسم؟ تعالى كده معايا اهو، مجموع اللي الاهلي صرفوا 7 مليون يورو فاصل 77. ده ايه؟ ده موسم 25-26 كله صيف وشتاء كله. اطلع معايا على الزمالك. الله، الزمالك صرف 7 مليون يورو فاصل 18. انت مستوعب؟ صفقات الاهلي دي قسمها على صيف وشتاء، الزمالك في الصيف بس. يعني لو قلنا واحنا داخلين الموسم اهو مين صارف اكتر؟ الزمالك صرف اكتر. يا فندم قبل ما تطلعي على الهوا وتتكلمي في حاجات ليها علاقة بالارقام او باحصائيات او معلومات، يا ريت تاني تتأكدي منها او توصي فريق الاعداد يتأكد من الكلام اللي انتوا هتقولوه ده. لو انتوا فعلا زي ما انتي ما بتقولي ما بتدلسوش وعندكم مهنية، فرضا اللي انتوا بتعملوه ده مش انجاز ومش اعجاز، اللي انتوا بتعملوه ده بسبب هبوط مستوى الاهلي. تاني غير ان الاهلي وقع او نزل لمستواكوا، انتوا يا فندم صارفين في سوق انتقالات واحد 7 مليون يورو فاصل 18، 446 مليون جنيه. ولكن هتقول لي مين؟ كملي وبتطلع لجانه مش اعلامه، لجانه تفهمك انه لولا المؤامرات اللي عليه كان زمانه اول. ركز في الحتة دي كويس قوي قوي قوي، ركز في الحتة دي. بشوف ماتش باريس سان جيرمان والبايرن اللي شغال يعني في كوره كده اكثر وضوحا من كوره الاهلي في سيراميكا وما اتحسبتش اصلا ضربه جزاء. فدي اهداء مهم جدا لبتوع بص العصفوره وانتقاد التحكيم. بص يا معلم، انا الجمله دي ممكن اقفل بعديها واروح. ليه؟ ماتش البايرن وباريس كان فيه كوره في الشوط الاول، المدافع بتاع باريس بيشتت، فجت في ايد مين؟ لاعب من باريس برضو، يعني لاعب بتاع باريس بيشتت، راحت جايه في ايد اللاعب بتاع باريس، فالحكم ما حسبش حاجه. ليه؟ اليويفا قال لك بعديها بعد الماتش القرار كان مظبوط. ليه كان مظبوط يا عم؟ ليه؟ لان الكوره مرتده من زميله في نفس الفريق، باريس لباريس. فانا هقولك على حاجه بقى، انتي بمنتهى الذكاء اللي في الدنيا كله بتقولي للناس كلها ان ضربه الجزاء اللي كان عليها خناقه بتاعت ماتش السيراميكا، بتاعت ماتش السوبر بقى مش الدوري، السوبر، ياسين مرعي، فاكرين ولا مش فاكرين؟ فاكرين. انتي دلوقتي في قناه نادي الزمالك اديتينا كده اهداء. يا جماعه انا بقول لكم ان ضربه الجزاء اللي كانت على ياسين مرعي في ماتش سيراميكا وحصل هالليله وضربه جزاء والظلم، مش ضربه جزاء. ليه؟ لان الكره بعد ما اتشاطت
خبطت في لاعب من النادي الاهلي وراحت لايد ياسين مرعي، وكانت ايده في وضع عايز اقول لك اقل وضوحا من الوضع بتاع ايد لاعب باريس في ماتش البايرن مع باريس. فاهمين حاجه؟ انت دلوقتي بمعيارك ده بتقولي ايه؟ انا بهديلك الحاله بتاعت ضربه الجزاء او الحاله بتاعت لمسه اليد على لاعب باريس اللي الحكم ما حسبهاش، وانتوا كنتوا بتقولوا لجماهيركم بص العصفوره. يعني اذا انت معترفه ومقره ان الكوره دي ما فيهاش ضربه جزاء. حلو. ليه؟ لانها كوره جايه من لاعب باريس في ايد لاعب باريس. اليويفا هو اللي وضح النقطه دي. الكوره جايه من لاعب في نفس الفرقه للاعب في نفس الفرقه، عشان كده الكوره ما اتحسبتش. اذا انت بتقولي ان الكوره بتاعه الاهلي وسيراميكا في السوبر اللي جت من لاعب الاهلي في ايد ياسين مرعي ما فيهاش اي حاجه. شكرا جزيلا. يبقى كده الاهلي ما اتجاملش في ماتش سيراميكا يا فندم. يبقى كده الماتش التاني بتاع الاهلي وسيراميكا بتاع الدوري، الكوره اللي جت من لاعب الاهلي لايد لاعب سيراميكا دي ضربه جزاء بنسبه 100%. ليه؟ لان الكوره ما جاتش من لاعب سيراميكا لايد لاعب سيراميكا، لا الكوره جت من لاعب النادي الاهلي لايد لاعب سيراميكا. انتهت. نقطه مهمه جدا بقى. اما اذا بعد كل ده هي كانت مقتنعه بان الكوره دي هي نفس كورة ماتش سيراميكا بتاعة الحكم وفا، فكده نقدر نقول بمنتهى الهدوء ان علاقة هذه المذيعة بكرة القدم هي زي علاقة الكابتن رضا عبد العال بالطب مثلا. انا كنت قاعد بسمع الكلام وجيت عند الجملة دي ما بقيتش مصدق. انا متأكد ان هي لو معاها حد في الاعداد عنده شوية منطق هيقول لها لا بلاش الحتة دي عشان كذا كذا كذا، لكن واضح ان هم كلهم هي الكرة جت في ايد الواد بتاع باريس اهو ما حسبهاش اهو الحكم اهو، عشان بتوع الاهلي يروحوا يقولوا عايزين ضربة اهو عادي اهو، ايه المشكلة يعني؟ ما هو مالكيش في الكورة، مش عارفة قوانين الكورة، ليه بتتكلمي في اكل عيش خلاص ماشي اوكي كمل. ولكن انت لما جيت على الامطار الاخيرة من الدوري وانتهاء الموسم ابتدى بقى الكل يشبك لك ايديه كده عشان تحاول تلحق المربع الذهبي. يا نهار اسود يا جدعان. انا ثانيه واحده ثانيه بقى، ما كفايه ضحك بقى. مربع ذهبي ايه يا بنتي؟ انت قصدك السبعه طب ماشي، هي قصدها السبعه الكبار مش المربع الذهبي. انت قصدك السبعه الكبار. ركزي. انت مش شغال على اسس اداريه ناجحه. انا مش شغاله على اسس اداريه ناجحه. طب انا هعتبر ان كلامك صح. يعني انا المفروض مثلا اشتغل على اسس اداريه ناجحه زيك، اتعلم مثلا ادفع مرتب 4 مدربين؟ لا انا المفروض انصب على 4 مدربين وما ادهمش فلوس ويجي لي ايقاف قيد 1 و2 و3 و4 و16 كده انا هبقى ادارجي صح. اسف على الاطاله. وفي النهايه عايز اقول لكم كالعاده يا جماعه انا عندي قناه على اليوتيوب وفي لينك تحت انا سايبه، يا ريت نروح نشترك على القناه، ويا ريت يا جماعه اللايكات، نهتم باللايكات جدا جدا جدا، والتعليقات اهتموا جدا بالتعليقات يا جماعه ارجوكم، واشوفكم باذن الله في فيديو اخر والرد على المجره الزملكاويه. سلام.